الإطار القانوني الذي يحمي لقب السنغال في 17 من مارس 2026 قرر الكاف سحب لقب إفريقيا 2025 من السنغال ومنحه للمغرب، لكن القانون مع السنغال، وهذه هي النقاط القانونية التي ستعيد اللقب. أولا، المادة 84 استثناء النتيجة الأفضل، تنص المادة على أن الفريق المخالف يخسر 3-0 ما لم يكن الفريق المنافس قد سجل نتيجة أفضل وقت توقف المباراة. عندما توقفت المباراة مؤقتا كانت النتيجة 0-0. بعد العودة سجلت السنغال هدف الفوز 1-0. إذن السنغال سجلت نتيجة أفضل، ويجب تطبيق الاستثناء والاحتفاظ بالنتيجة الأصلية. ثانيا، المادة 82 تعريف الانسحاب النهائي، تنص المادة على أن الفريق الذي يغادر الملعب قبل النهاية يعتبر منسحبا ويستبعد، لكن السنغال غادرت احتجاجيا ثم عادت واستكملت المباراة. الحكم لم ينهي اللقاء والمباراة اكتملت وتم التتويج في الملعب، إذن لا يوجد انسحاب نهائي يوجب تغيير النتيجة. ثالثا، المبادئ القانونية العامة، سلطة الحكم استمراره في إدارة المباراة، يعني أنه لم يعتبر ما حدث انسحابا. التناسب، سحب اللقب عقوبة غير متناسبة مع توقف مؤقت ثم عودة. حسن النية، السنغال عادت طواعية بقيادة ساديو ماني. روح القانون، النصوص وضعت لتحقيق العدالة لا لخلق الظلم. الخلاصة، المادة 84 تحمي هدف السنغال، والمادة 82 لا تنطبق، والمبادئ القانونية كلها لصالح السنغال. التوقع، محكمة كاس ستلغي قرار الكاف وتعترف بالسنغال بطلة إفريقيا 2025. لا تنسى دعم بلايك للفيديو واشتراك في القناة ليصلك كل جديد بخصوص هذه القضية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.